تواصل مختلف السلطات والمصالح المختصة بإقليم أزيلال جهودها المكثفة للعثور على فتاة اختفت في ظروف غامضة بدوار تنزدية، حيث تم تسخير إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة في إطار عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق. وشملت هذه التعبئة مروحية تابعة للدرك الملكي وفرق بحث متخصصة تضم السلطات المحلية وأعوانها وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، إضافة إلى فرقة غطاسين من الوقاية المدنية والكلاب المدربة وطائرة بدون طيار درون، فضلا عن مشاركة واسعة للساكنة المحلية ومتطوعين من المنطقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انطلقت عمليات البحث منذ الساعات الأولى لاختفاء الفتاة مع توسيع نطاق التمشيط ليشمل محيط الدوار والمناطق المجاورة، خاصة على امتداد وادي الأخر والمسالك الوعرة المحاذية له. كما تقوم مروحية الدرك الملكي بطلعات جوية متواصلة لرصد أي مؤشرات قد تساعد في تحديد المكان المختفية. وتعيش المنطقة حالة استنفار ميداني كبير وسط أجواء من القلق والترقب في صفوف الساكنة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث تحت الإشراف المباشر لعامل إقليم أزيلال، وبتنسيق وثيق بين مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، أملاً في الوصول إلى أي خيط يقود إلى العثور على الفتاة المختفية.